اللي في الصورة ده صاحب أشهر قضية هزت مصر كلها، قضية باسم بسام وحبيبة. القصة اللي أول ما هتسمعها هتقف مصدوم قدام كل تفصيلة فيها. تعال أقولك إيه الحكاية. هنرجع لسنة 2018. بسام شاب في آخر سنة في الجامعة البريطانية وساكن مع أهله في التجمع الخامس. شاب ناجح ومحبوب وعنده صحاب كتير جدا، بيحب الحياة، لكن من زمان قلبه متعلق بواحدة بس، حبيبة. والقصة بينهم بدأت من أيام المدرسة، صداقة وإعجاب وحب، واستمر معاهم 8 سنين مرتبطين رسمي قدام صحابهم، والأهل كمان كانوا عارفين. وهي دخلت كلية الهندسة وهو خلاص قرب يتخرج، وعيلة حبيبة قدام الناس شكلها محترم. الأب اسمه دكتور أشرف حامد، صيدلي سايب المهنة وشغال رجل أعمال في المقاولات. الأم اسمها مدام نجلاء، شغالة سيدة أعمال، لكن اللي ظاهر مش هو الحقيقة. وبسام هنا ابتدى يلاحظ تفاصيل صغيرة. الأب طريقته في الكلام مش لايقة خالص على حد دكتور أو متعلم، والأم كمان برغم اهتمامها بالمظاهر وشكلها تصرفاتها كلها مصطنعة وكأنها بتمثل. وحتى الناس ساعات كانوا بينادوا الراجل باسم شريف مش أشرف. وحبيبة هنا قالت لبسام إن ده اسمه شهرته، وبسام حاول يقنع نفسه إن شكوكه دي مجرد أوهام، لكن كل اللي جاي أكد له إن هو مش بيتخيل. في زيارة عادية لبيت حبيبة وهو ماشي شاف بالصدفة ورقة مركونة، وللأسف فتحها ولقى شهادة وفاة باسم أشرف حامد اللي هو أبو حبيبة. طب إزاي واحد عايش قدامه وبيتكلم معاه عنده شهادة وفاة من 2011؟ هنا الشكوك رجعت أقوى من الأول، وبدأ بسام يسأل ويدور ورا أشرف أو شريف، وكل المعلومات اللي وصل ليها كانت صدمة بالنسبة ليه. الراجل ده ولا هو دكتور صيدلي ونصاب كبير، وكمان عليه قضايا مخدرات، وتاريخه كله أسود مليان جرايم. وبسام هنا حكى لأخوه، وأخوه نصحه إن هو يواجه حبيبة، ونصحه إن هو لازم يفهم القصة دي قبل ما يتجوزها. وللأسف لما واجهها حبيبة انكرت كل حاجة وزعلت منه. ومش بس كده، دي حاولت تقنعه ان هو كمان شاف غلط، وبسام علشان خاطر متعلق بيها وبيحبها اقتنع، او عمل نفسه ان هو اقتنع. لكن حبيبة رجعت على بيتها وحكت لابوها كل اللي حصل. وهنا الاب حس ان بسام خطر كبير عليه، ولو اتكلم كلمة واحدة بس ممكن يتكشف كل اللي خباه سنين طويلة. وهنا قرر يتخلص منه، اجر شقة في الرحاب وخلى رجالة يحفروا حفرة كبيرة جوه في المطبخ، جهزوا صندوق خشب ورمل وسيراميك، كل حاجة ممكن تتخيلها علشان الحفرة دي تتحول لمقبرة وبعدها تتقفل كأنها مطبخ عادي. وفي شهر رمضان علاقة بسام وحبيبة بقت كلها شد وخناق، هي طول الوقت بتعمل نفسها زعلانة وهو يحاول يصالحها، لدرجة ان هو كان بيتخانق معاها احيانا ويوصل ان هو يهين ابوها. وده خلى اشرف ان هو ما يقدرش يسكت او يستنى اكتر من كده. وقبل العيد بيوم بسام اشترى هدية ذهب لحبيبة وقال خلاص ان هو هيروح يصالحها. وهي استغلت اللحظة واتصلت بيه وقالت له تعالى معايا، بابا عايزك معايا تشوف شقة جديدة في الرحاب. بسام نزل يقابل حبيبة، بس قبل ما ينزل قال لاخوه ان هو رايح لها، ودي كانت اخر مرة حد يشوفه. ووصلوا الرحاب والسواق استلمهم ووصلهم للشقة. واول لما بسام دخل الشقة اتفاجئ بوجود 4 بلطجية جوه الشقة، واتكتروا عليه طبعا وربطوه بالحبل ولزقوا بقه. وساعتها هنا دخل ابوها وقعد يهدد في بسام، انا ساكت طول الفترة دي مش ضعف مني، لكن خلاص وجودك بقى خطر عليا. دقايق قليلة وخنقوا بايده، وبكل هدوء سحب الجثة جوه المطبخ وحطها في الصندوق ونزلهم جوه الحفرة، وردم عليهم بالرملة وحط السيراميك فوقيها كأن مفيش حاجة حصلت. اما حبيبة عشرة السنين وحب العمر نزلت عادي جدا وقابلت صحابها وقعدت معاها كأن مفيش حاجة حصلت. وبعدها بساعات اتصلت باخو بسام وتسأله هو فين، كأنها بريئة وما تعرفش اي حاجة. لكن مع مرور الوقت
بسام ما رجعش، تليفونه مقفول والقلق زاد. أهله عملوا بلاغ تغيب ووجهوا اتهامهم للأب، وأول لما الشرطة حققت في الموضوع اكتشفت المفاجأة، البطاقة اللي بيستخدمها مزورة، وطلع فعلا إن هو النصاب الهارب أشرف حامد. وتم استدعاء حبيبة، وفي الأول أنكرت إنها شافت بسام، لكن لحسن حظها السواق اعترف وقال إنهم وصلوا مع بعض الرحاب. وهنا كل حاجة بانت على حقيقتها، خاصة بعد تتبع إشارات الموبايل اللي أثبتت إن آخر مكان لوجود بسام فيه كان الرحاب. والأب هنا اعترف بكل حاجة وأعاد تمثيل الجريمة، والأم كمان اتقبض عليها وأثبتوا إنها عليها قضايا بأكتر من 11 سنة سجن. وحبيبة كمان اتحبست وكلهم وقعوا، والمحكمة هنا أصدرت بالحكم الأب إعدام شنقا، وحبيبة مؤبد 25 سنة سجن، والأم وباقي المتهمين 5 سنين ل10 سنين سجن، ده غير ال11 سنة اللي عليها. القصة دي درس كبير جدا بتأكد إن المظاهر خداعة، واللي ممكن يبان قدام منك ملاك ممكن يكون في ظهرك أكتر من الشيطان. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا، ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتعمل لايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في الحلقة الجاية.